3 2 1 اكشن. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شباب معهد التعاون، انتوا عندكم تعتبر من أنشط الأسر الجامعية في أسقفية شباب، أسرة الأنبا بشوي، ودي الاجتماع بتاعها أسبوعيا في كنيسة المرقسية في كلوبيه من الساعة 7 مساء ل9 كل أسبوع. عدد الخدام والناس اللي شغالين في الأسرة ضخم جدا، دي حاجة مؤشر على نجاح الأسرة في خدمتها وفي نشاطاتها. وأنا ببقى ليا فرصة إن أنا أجي مع عندكم مرة أو مرتين في السنة، أشارك معاكم في نهضة في شهر مارس اللي هو حوالين عيد البابا كيرلس السادس. أتمنى كل الطلبة الجدد اللي ربنا اداهم فرصة إن هم يدخلوا معهد التعاون يكونوا مبسوطين ويجوا يندمجوا معانا في نشاطات الأسرة، سواء نشاطات روحية أو أي نوع تاني من المساهمة اللي حضرتك هتساهم بيها في الأسرة. فرحان إن أنا أتقابل معاكم من خلال الفيديو اللي حين ما نتقابل فيزيكالي وجها لوجه. ربنا يبارك حياتكم، وكل سنة وانتم طيبين. اجتماع أنبا بشوي ده اجتماعي. أنا اسمي الراهب القس إيسوزوروس السكندري من دير القديس أنبا مكاريوس السكندري بجبل الألالي في محافظة البحيرة. الطلب مني إن احنا نتكلم عن اجتماع جميل جدا اسمه اجتماع أنبا بشوي لأسرة معهد تعاون تجاري. الاجتماع ده ليه ذكريات حلوة جدا معايا لأن ده اجتماعي. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا اسمي أبونا تيتوس موريس، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة عياد بيه بشبرا. أنا خريج دفعة 98. كنت بخدم في الاجتماع في لجنة الافتقاد والمسرح. دخلت اجتماع الأنبا بشوي، أنا كنت أساسا جاي لي التنسيق كلية حقوق عين شمس، وبعد ما جالي التنسيق وقبل ما تخش الدراسة كان ليا أصدقاء دخلوا الاجتماع فقالوا لي طب ما تيجي وتكون معانا، وفي نفس الوقت في ناس خوفتني من كلية حقوق يعني، فدخلت فعملت تحويل ودخلت معهد التعاون يعني. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا اسمي شريف سعد الله توفيق، وظيفتي نائب أول مدير عام في أحد البنوك الوطنية، ودي أول درجة من درجات الإدارة العليا في البنك، وإن شاء الله إنك تستلم مدير عام. خريج دفعة 1994، كنت بتقدير عام جيد جدا، السابع على الدفعة، والحمد لله نشكر ربنا تم تعييني مباشرة في البنك. إزاي دخلت الاجتماع؟ أنا كنت بلعب مزيكا، بلعب أورج قبل ما أخش الاجتماع، ولقيت إن أنا أقدر أنمي الموهبة بتاعتي عن طريق العزف أورج، وتولى مسؤولية الكورال معايا كان زملاء الأستاذ ماجد منير والأستاذ وائل نبيل، وكونا أول كورال بشكل كان محترف، وقدرنا كمان نعمل شريط السر العظيم، وكان ده من أحسن الشرايط اللي نزلت في الوقت ده، وكان لها صدى كبير جدا جدا جدا. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا جانيت من اجتماع الأنبا بشوي دفعة 2000، مسؤولة حاليا عن كورس بناء خادم. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا اسمي وجيه نادي بشاي، أو مشهور باسم وجيه القمص بشوي بشاي. كنت بعتبر نفسي طالب في اجتماع الأنبا بشوي، مش في معهد الدراسات التعاونية. دخلت اجتماع الأنبا بشوي سنة 92،
واتخرجت دفعة 1996. اتعرفت على الاجتماع من اجتماع كان بيعملوا اجتماع مجمع في الأسقفية، فتعرفت على الأسرة بتاعتي، هي أسرة الأنبا بشوي، وابتديت معاهم سنة 92، وكانوا أحلى مش 4 سنين، كانوا أحلى حوالي من 92 ل 2002، وأنا كنت خادم وبخدم وبتخدم في اجتماع الأنبا بشوي طول الوقت. كنت بخدم في الكنيسة في اجتماع الأنبا بشوي هنا في خدمة اللجنة الروحية، وتعلمت كتير قوي 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 منهم. تعلمت هنا الخدمة بجد. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا عادل سليمان، عضو أمانة عامة أسقفية الشباب، وأمين عام تربية كنسية بكنيسة العذراء سئيل الوراق، وخادم في أسرة أنبا بشوي، خريج 1992. من ساعتها وإحنا بنخدم في الاجتماع. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي من زمان قوي. أنا دفعة قديمة، أنا دفعة 91 تخرج. أنا خدمتي في الاجتماع كنت بخدم في لجنة الافتقاد، وكنت أمين صندوق للأسرة لفترة. أنا مدير حسابات إحدى الشركات القطاع الخاص، وأمين خدمة بكنيسة ماري جرجس المطرية. ليه بعض لقاءات كده وحوارات في قناة CTV. أنا دخلت أسرة الأنبا بشوي سنة 1987. اجتماع الأنبا بشوي ده اجتماعي. أنا اسمي ماجد منير، خريج دفعة 94. خدمت في أسرة الأنبا بشوي في كذا خدمة التسبيح، خدمة الكورال، اللجنة الثقافية، كنت أمين اللجنة الثقافية لفترة. بعد كده خدمت في خدمة الدروس لسنة أولى وتانية وتالتة ورابعة. الاجتماع طبعا تحت إشراف أسقفية الشباب سيدنا أنبا موسى وسيدنا الأنبا رفائيل. الاجتماع اتأسس في الكاتدرائية القديمة هنا تحت إشراف أسقفية الشباب، وكمان بيشرف علينا روحيا قدس أبونا غبريال عبد النور، كاهن وأمس الكنيسة المرقسية الأزبكية. الاجتماع له تاريخ كبير جدا. الاجتماع ابتدى سنة 68 في كنيسة العذراء سيدة السلام بجاردن سيتي، وبعدين اتنقل في كنيسة العذراء جاردن سيتي، وبعدين جه توقف فترة طويلة بسبب يعني اضطرابات وكده. بعد ما توقف الاجتماع من سنة 81 ابتدى الاجتماع يرجع تاني من تقريبا سنة 87، وربنا اتمجد وبارك من ساعتها واحنا موجودين في الاجتماع وبنخدم في الاجتماع لحد النهارده. أسرة عريقة ليها حوالي 57 سنة، مرت بمراحل مختلفة. الهيستوري ده مش كتير يعرفوه، بس الحقيقة هي أسرة مميزة جدا. يعني الاجتماع كان فيه مجموعة من الخدام متميزين جدا، قلبهم على الخدمة وحابين كل ولاد مع التعاون أو ولاد الأسرة دي يبقوا ولاد ربنا. يعني كانوا يجيبوا متكلمين من الآباء الأسقفة ومن الكهنة والخدام الحلوين جدا. وكان سنويا في يعني زي لقاء تعارف كده، كنا نروح دير أنبا بشوي، ويبقى في المجموعة بتاعت سنة أولى يعني يبتدوا يتعرفوا إيه هو اجتماع أنبا بشوي. والشفيع القوي جدا اللي كان يعني ممشي الاجتماع. اكتر حاجه حبيتها في اجتماع الانبا بشوي ان احنا كنا بجد اسره واحده، بنخاف على بعض، كلنا بنساعد بعض، سواء في المذاكره، في الملازم، في المعهد، في الكنيسه هنا، حتى في رحلاتنا اللي كنا بنطلعها وكان اشهرها الانبا بولا وانبا انطونيوس. كنا اكتر من الاخوات، حياتنا مع بعضنا طول الوقت، اكتر ما بنقعد في البيت بنذاكر مع بعض، بنجتهد مع بعض، بنحاول ان احنا نبقى في وضع احسن واحسن كل شويه. الصراحة اجتماع الأنبا بشوي الحاجات اللي بتميزه إن كلنا بنحس إن إحنا روح واحدة، وفي حاجة بتربطنا وهي المحبة، وكله بيحب يخدم، وكله بيحب يبقى فيه ترابط. فدي كانت حاجة مميزة جدا في الاجتماع عن أي اجتماع تاني الصراحة، إن كله حاسس إن هو كل واحد يعني وروح واحدة يعني. طبعا ده كان انطلاقة للخدمة يعني عموما. يعني احنا كنا طبعا كل واحد في كنيسته، ولكن كان الاجتماع الأنبا بشوي مصدر للخدمة كمان برا، وتعلمنا في الخدمة وتعلمنا في حاجات حلوة كبيرة، وازاي روح المحبة في الخدمة، ويعني كان في ترابط أسري يعني. ميزة الاجتماع الأنبا بشوي إن هو مستمر طبعا وبقوة. يعني أي حد يتمنى يبقى في اجتماع الأنبا بشوي الصراحة. خدماته كتير ومثمر،
روحيا ومعنويا ونفسيا لأي حد بيخش يعني كفرد أو كخادم أو مخدوم يعني. أنا أكتر حاجة حبيتها في أسرة الأنبا بشوي الروح الواحدة، كلنا اخوات، كلنا بنحب بعض جدا، كلنا حتى لو غبنا فترات احنا متواصلين مع بعض وعارفين الأسرة بيحصل فيها ايه وايه اللي بيدور في الأسرة، والأسرة لما تحتاجنا أكيد هتلاقينا. الحقيقة ميزة اجتماع الأنبا بشوي عن أي اجتماع آخر، اللي بيعمله اجتماع الأنبا بشوي يعني مش هقول تعجز، لكن صعب إن كنايس كاملة تعمله. أولا اجتماع الأنبا بشوي بلا دعم خارجي، كل ولاد الأسرة هم اجتماع الأنبا بشوي، ده بالنسبة للدعم المالي. طب والدعم الروحي اللي هو الأهم، الحقيقة هم متواجدين طول الوقت مع بعض، هم بيحبوا بعض، هم بيحبوا الدفعات الجديدة. الميزة جامدة قوي في اجتماع الأنبا بشوي قبول المجموعة، يعني المجموعة تقبل الغريب، يعني واحد داخل جديد بقى في وسط المجموعة، ودي نقطة كل الدفعات اللي جت بعدنا عارفين ده كويس قوي. اجتماع الأنبا بشوي ده من الاجتماعات المميزة، زي ما بيقول الكتاب المقدس: ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. إحنا كنا فعلا إخوة مع بعض، بنجتمع بنفس واحدة على الصلاة، سواء حد محتاج، سواء حد في ضيقة، سواء حد في مشكلة. كان إحساس جميل جدا إن إحنا واقفين نصلي من أجل إخوة لينا في زنقة أو في ضيقة أو في مشكلة. بنصلي من أجل الخدمة، بنصلي من أجل النفوس تعبانة، بنصلي من أجل ناس مريضة. فكان ده هدف جوهري جدا وهدف جميل جدا احنا حسيناه ان احنا نقف نصلي ومن اجل بعض. تأثير اجتماع الأنبا بشوي عليا وعلى طبعا معظم الخريجين والدفعات كان تأثير إيجابي جدا جدا جدا. كون الإنسان ما يبقاش منطوي وعايش في وسط مجموعة، سواء بيصلوا مع بعض أو سواء بياكلوا مع بعض أو بيسافروا رحلات مع بعض أو إن هم بيحاولوا يكونوا بيعملوا خدمة مع بعض، ده ليه تأثير إيجابي جدا جدا جدا. بتتعرف على ناس كتير، بتشوف خبرات كتير، بتسمع آراء كتير، ما بقاش هو رأيك لوحدك ولا خبرتك لوحدك. وتراكم الخبرات والآراء الكتير ده هو اللي بيخلي الإنسان عنده مش خبرة كمان قد ما هي مواقف كتير عدى بيها، وهو ده اللي بيؤدي في الآخر إلى الخبرة. تأثير اجتماع الأنبا بشوي عليا إنه أحد الأمور اللي خلتني طول الوقت عندي الارتباط الكنسي يقوى. يعني أنا كنت أصلا من ولاد كنيسة ماري جرجس الظاهر، اتخدمت وخدت إعداد خدام هناك، بس الحقيقة لما خدمت في اجتماع الأنبا بشوي لمدة طويلة ازداد عندي فكرة الارتباط القوي بالكنيسة. واللي يعجبني في أسرة الأنبا بشوي إنه بيعملوا فصل إعداد خدام. أغلب الأسر الجماعية ما بيكونش عندها فصل إعداد خدام بصورة قوية يعني. حابب أعرفكم على أنشطة الاجتماع. الاجتماع عندنا له أنشطة كلها جميلة وجذابة. عندنا كورال ده أنتج شريطين، شريط مرسى سفينتي وشريط السر العظيم. شريط السر العظيم ده كان واخد أفضل شريط ترانيم لسنة 1996، وكنا واخدين أفضل شريط كنسي روحي شريط السر العظيم على مستوى الكرازة المرقسية كلها. وقدمنا قدام قداسة البابا أكتر من مرة، بابا شنودة، وفي الاحتفالية بتاعت اليوبيل الفضي بتاعت قداسة البابا شنودة قدمنا. وعايز أقول كمان عندنا فريق مسرح قوي جدا. فريق المسرح أخذ مركز أول على مستوى مهرجان الأسر الجمعية أكتر من مرة. بيميز فريق المسرح إن كل الأعمال اللي بنعملها إنتاج ولاد أنبا بشوي، يعني إحنا اللي بنألف وإحنا اللي بنخرج وإحنا اللي بنمثل وإحنا اللي بنعمل موسيقى التصويرية وكل حاجة. كمان عندنا فريق البانتومايم، وفريق بانتومايم برضو أخذ مراكز كتير في مهرجان الأسرات الجامعية. عندنا كمان فريق كشافة. عندنا أنشطة برضو زي اللجنة الفنية بتقدم مواهب الشباب. فوق ده كله طبعا يقدر يخش كورس بناء خادم اللي هو بتاع إعداد خدام، اللي بيقعد لسنة واحدة بس وبعد كده بنخرجهم. الكورس ده بيشرف عليه سيدنا أنبا موسى، مواد ومنهج تحت إشراف سيدنا، وبيراجع المنهج سيدنا أنبا موسى شخصيا. ده كورس بنعد فيه شباب وبنات سنة أولى عشان يخدموا بعد كده أخواتهم في المعهد زي ما أخواتهم خدموهم هم كمان يخدموا أخواتهم في المعهد. الكورس ده مدته سنة،
صافي 9 شهور، لأن احنا بندي أجازات في الامتحانات. الكورس احنا بندرس فيه مواد حلوة قوي، بندرس فيه بانوراما عهد جديد، بانوراما عهد قديم، بندرس فيه مادة لاهوت وعقيدة، بندرس فيه تاريخ كنيسة، بندرس مادة مشورة، بندرس مادة أساليب خدمة عشان الخادم يعرف ازاي يخدم الشباب اللي في سنه. الكورس بيدي شهادة مختومة من نيافة الأنبا موسى. الكورس جميل خالص، أنا بدعو كل الناس تشترك في الكورس، خصوصا شباب سنة أولى. فرصة تخدموا في ال4 سنين في المعهد، وكمان تخدموا في اجتماع الأنبا بشوي. بعد سنة تبقى خادم أصلي، يعني رسمي فهمي نظمي، معانا مفيش كلام. لكن حتى لو ما قدرتش تاخد الكورس ده، انت تقدر تشارك معانا في كل الانشطه اللي انا قلنا عليها دي. كل واحد بيخش في سنه اولى يقدر يكون ليه دور جوه الاجتماع، دور كبير جدا. ممكن يا ريت يقدر ينضم للكورال، يقدر ينضم للمسرح، يقدر ينضم للفريق البانتومايم، يقدر ينضم للاعمال الفنيه، يقدر ينضم للكشافه. بعد كده بقى في انشطه روحيه 9 لجان، كل لجنه ليها شغل مع الشباب. عندنا لجنة روحية، عندنا لجنة ثقافية، عندنا لجنة افتقاد، عندنا لجنة رحلات، عندنا لجنة فنية، عندنا لجنة جرافيك، عندنا لجنة تسبيح. دي الحاجات الروحية. أما بالنسبة لخدمات الاجتماع، فالاجتماع عندنا خدمة كبيرة جدا، من أروع الخدمات بتاعتنا. عندنا خدمة ملجأ، بس مش ملجأ عادي، ملجأ أطفال معوقين، ودي خدمة يعني عدت 20 سنة وإحنا بنخدمها. عمل كبير ضخم جدا. الملجأ فيه حوالي 270 ولد وبنت، احنا بنروح نأكلهم ونشربهم، وإذا في فرصة نشتري لهم لبس، إذا في فرصة نشتري لهم حاجات يناموا عليها، حاجات أحيانا بنشتري لهم ثلاجات، غسالات، حاجات كده بنعملها كتير للملجأ هناك. عندنا كمان خدمة إخوة رب، دي خدمة جبارة. كل ولاد الاجتماع اللي ظروفهم المادية مش سامحة، احنا بنتكفل بدفع مصاريفهم، وكمان بنراعيهم في الأعياد، في عيد القيامة وفي عيد الميلاد. وبتبقى خدمة كبيرة بيشارك فيها ولاد الاجتماع، بنعبي أدوات غذائية وحاجات هايلة جدا. وصلنا تقريبا ل60 أسرة بنخدمهم في خدمة إخوة الرب. عندنا كمان خدمة الأرض، إنه عندنا حلم كبير إن يكون عندنا أرض كبيرة ونعمل عليها ملجأ للمعوقين ذهنيا وبدنيا، يكون فيه مساحات واسعة خضراء، والأولاد يبقى عندهم أماكن يمارسوا فيها أنشطة ويلعبوا فيها ويتحركوا فيها، مش يبقى بس شقق مقفولة عليهم أو أماكن مقفولة عليهم. بنتمنى إنه الحلم ده يكمل. إحنا بالفعل أخدنا أرض كبيرة جدا، فدانين 3 قراريط على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، قريبة جدا من القاهرة، عند نزلة أبو غالب، حوالي 62 كيلو من القاهرة. الشباب الجداد اللي داخلين سنة أولى السنة دي، أقول لهم ما تقلقوش من الدراسة، ما تقلقوش من أي حاجة، يبقى دراستكم كويسين فيها. وفي كل 4 تبتدوا تروحوا المرقصية، تاخدوا بركة الاجتماع، يعني تاخدوا كلمة منفعة وتصلوا، وإن كان في كورالات أو عروض أو حاجة زي كده تاخدوا بركتها. اتشجعوا وخليكم دايما فرحانين بخدمتكم. ويعني بنطلب شفاعة كده الست العذراء والقديس أنبا مكاري السكندري والقديس أنبا بشوي، صلوات العذراء والقديسين، ربنا يفرحكم ويكون معاكم ويسندكم ويقويكم وتبقوا شباب زي الفل. أقول لدفعة سنة أولى مبروك إن أنتوا دخلتوا معهد التعاون. ونصيحة عملية ليكم، أي إنسان بيدرس في كلية معينة لازم ينمي مواهب أخرى مع الدراسة. مفيش دراسة في مصر أكاديمية بتطلع الإنسان يقدر يتناسب مع سوق العمل مباشرة، ولكن لو عندك موهبة لازم تنميها. وده مش حاجة تعيب معهد التعاون ولا حاجة، بالعكس مهم جدا. مع دراستك في معهد التعاون لازم تختار مجال تاني تنمي فيه موهبتك وتدرسه. يعني نحب نقول لسنة أولى إن شدوا حيلكم ودايما تبقوا متقدمين في دراستكم، وما توقفوش عند نقطة معينة، ولكن لازم يكون لكم هدف وتستمروا يعني في الدراسة عشان تتقدموا يعني في مجالات العمل، ويكون لكم يعني نصيب يعني في أماكن مرموقة.
يعني هي فرصة حلوة إن أنا أبقى في الاجتماع، وأي حد بيخش الاجتماع بيلاقي نفسه فيه. هيلاقي مجالات كتيرة يقدر يخدم فيها، وهيلاقي خدام حلوين يحتووه ويكونوا جنبه في أي حاجة هو محتاجها يعني. والاجتماع بيوفر كل حاجة، يعني بيوفر الدروس وبيوفر الملازم ويوفر يعني دي الناحية العملية، وفي ناحية روحية كمان بقى بيبقى فيه القداس بتاع الامتحانات واجتماعات صلاة. يعني هيستفادوا فعلا يعني أتمنى إن كل ولد وبنت دخل المعهد يستمر كمان في الاجتماع. كلمتي لسنة أولى بقول لكم امسكوا بإيديكم وأسنانكم في الكنيسة عموما، امسكوا فيها جامد جدا، ما تسيبوهاش. الكنيسة فيها كل حاجة حلوة، فيها كل حاجة جميلة، وخصوصا الأسرات الجامعية وخصوصا أسرة الأنبا بشوي هتلاقوا روح جميلة جدا 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 مش موجودة في أي مكان تاني في الدنيا كلها. صدقوني أنا أكبر من أبائكم يعني في السن. فعلا فعلا الروح اللي أنا حسيتها هنا على مدى أكتر من 10 سنين خدمة، لغاية لما العالم خدني والدنيا خدتني في المشغوليات وكده، ما حسيتهاش في أي مكان تاني في الدنيا ولا حتى في أي خدمة تانية. امسكوا في الكنيسة جامد، امسكوا في الأنبا بشوي جامد قوي قوي قوي. افرحوا، العبوا، اتفسحوا، روحوا رحلات، اعملوا كل حاجة، هتلاقوا كل شيء جميل في أسرتكم في الأنبا بشوي. كلمة لسنة أولى، أنا هقول لكم شعوري وأنا داخل سنة أولى. أنا كنت داخل على حاجة مبهمة وما كنتش عارف، بس الحقيقة لقيت ناس كتير جدا خدمونا واحتوونا، وانتوا هتلاقوا ده واكتر على فكرة دلوقتي، وهتتبسطوا جدا. بس اربطوا قوي مع الأسرة، اربطوا قوي مع اخواتكم الكبار، بيحبوكوا وخايفين عليكم وخايفين على مصلحتكم وبيساعدوكم بكل الطرق الممكنة. هتلاقوا قوي ربنا في أسرة الأنبا بشوي. أنا عايز أقول للشباب الجداد في سنة أولى، أولاً أهلاً وسهلاً بيكم، وعايز أقول لكم إن اجتماع الأنبا بشوي ده هيبقى اجتماعكم. الكتاب المقدس بيقول اذكر خالقك في أيام شبابك. يمكن لما تكبروا بعد شوية هتفهموا المعنى دوت أو تدركوه إن دي أحسن وأجمل وقت إن أنت تخدم وتدي فيه ربنا. بعد كده هتتخرج وهتشتغل وهترتبط وهتلاقي إن حياتك بقت فيها كمية من المشاغل كتيرة جدا. الاجتماع كل يوم بيكبر وهيكبر بيكم. كل واحد جديد بيخش الاجتماع هو إضافة لاجتماع أنبا بشوي، وزي ما في ولاد أنبا بشوي النهاردة مشرفين الاجتماع، أمناء خدمة ورجال أعمال ومديرين كبار في بنوك كبيرة، بكرة بيكم هيبقى في ناس نفتخر بيها دايما ونفرح بيهم ونقول دول ولاد الاجتماع، ويقفوا ويقولوا اجتماع أنبا بشوي ده هو اجتماعي.